السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله، هلا والله بيكم. كيف الحال أصدقائي؟ طبعا اليوم باختصار راح نحكي عن موضوع مباراة العراق والبحرين. طبعا بسرعة ندخل للموضوع. طبعا الموضوع هو مثل ما سمعتوا بالوصف، هو انه اني ما اعرف شيء عن منتخب البحرين بصراحة. اي شيء ما اعرف، اي شيء ما اعرف. حتى المباراة السابقة مع السعودية اللي فاز بيها 3-2 انه بصراحة ما شفتها. فحبيت أدخل وأشوف عن طريق الذكاء الاصطناعي، أشوف شنو اللي نقاط قوة وضعف المنتخب البحريني، وشلون فاز على المنتخب السعودي. هل هو المنتخب السعودي ضعيف أم هو عنده نقاط قوة أو ضعف؟ فلتتأكد فدخلت على الذكاء الصناعي وشفت بعض الأشياء. كما يعني راح أحكي لكم شوية عن نقاط القوة والضعف في المنتخب العراقي. خلينا نشوف بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا أخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل مباشرة. نقاط القوة الخاصة بالمنتخب البحريني حسب الفترات السابقة. طبعا وطبعا هو مدربهم أجنبي، مو يعني محلي. نقاط القوة مثل ما أنا كتبتهن طبعا بصراحة حتى أعرف شلون أقرأ لكم إياها بشكل مختصر. أولا القدرة على استغلال الكرات العرضية، ويستغل الكرات العرضية بشكل فائق السرعة وجيد يعني بهاي الشغلة. شفناه مع المنتخب السعودي، سجل هدف بدقيقة 19 طبعا بشكل رائع. انا شفت الهدف بس ما شفت المباراة. بدقيقة 19 اعتقد سجل الهدف بشكل جيد. فهو طبعا مو بس هاي، وانما انا شفت عدة مباريات سابقة قديمة يعني يعني آه، سجل اهداف عرضية. فهو جيد بالكرات العرضية. زين. عندهم انضباط دفاعي عالي، كذلك اللعب حتى اللحظات الأخيرة مثل ما قال الذكاء الاصطناعي انه انضباط عنده دفاعي، كذلك يعني انضباط تنظيمي دفاعي عنده بشكل جيد، وكذلك يلعب حتى اللحظات الأخيرة بشكل جيد. يعني ما عندهم يأس. ثلاثة طبعا يستغل جيدا نقاط ضعف الخصم. منتخب ذكي، دليل على أن مدربهم ذكي، مو هم بس أذكياء كلاعبين، وإنما حتى مدربهم ذكي. لذلك هم يستغلون جيدا نقاط الضعف المنتخب. فالمنتخب المقابلهم إذا كان عنده نقاط ضعف، فالمدرب قراءته جيدة لهذا الأمر، فممكن من خلال نقاط الضعف يعني ممكن يدخل أهداف على الفريق الخصم. بعد من ضمن النقاط هاي أهم النقاط طبعا القوة مالته. نقاط الضعف الخاصة به، هو يعاني كثيرا في إنهاء الهجمات. طبعا هو يعاني كثيرا جدا في إنهاء الهجمات، مما يقلل الفعالية الهجومية عنده. زين. أحيانا يشبه طبعا هو منتخب العراق وبعض المنتخبات بالسرعات والقوة البدنية. أحيانا يشبهها، وحتى بالكرات العرضية يشبه نوعا ما المنتخب، لأن هذا راح يصعب مهمة الفريقين. يعني هاي المباراة راح تكون بصراحة صعبة، لأنه الفريقين متشابهين. صعب بعدين واحد منهم يفوز. وطبعا هاي تعتمد على بعض الأشياء الدقيقة والبسيطة حتى يفوز المنتخب المقابل. زين. إضافة أنه هو شوي عنده ضعف بالقوة البدنية. مع مرور الوقت نلاحظ تنخفض القوة البدنية مالته كأجساد، ويتعبون يعني إذا الوقت زاد عن الوقت المحدد 90، فراح يضعفون ويتعبون ويقل تركيزهم شوية. وهذا هو أهم الأشياء اللي ممكن من خلالها منتخبنا اليوم يعني يفوز بهذا يعني يستغل هيك مواضيع ويرهقهم بدنيا، لأن احنا أقوى بدنيا من عندهم، وممكن نستغل هاي النقطة. زين. جينا على المنتخب العراقي. المنتخب العراقي طبعا به نقاط قوة وبه أيضا نقاط ضعف، لكن أنا راح أحكي باختصار. هو موضوع طويل بس راح أحكي باختصار. نقاط القوة مثل ما يقول الذكاء الاصطناعي: الروح القتالية وحماس عالي جدا في تحقيق الفوز. يعني عند المنتخب العراقي حماس غير طبيعي بصراحة، ويقاتل حتى النهاية. وهذا شفناه طبعا خلال المباريات السابقة، أكيد احنا منتخبنا ونشوفه. طبعا لديه لاعبين ذات مهارة عالية، فردية عالية جدا. نعم لديه لاعبين ذات مهارة جدا عالية، وهذا يسهل هواي أمور على المدرب والفوز، لكن يحتاجون إلى يعني تنظيم بهذا الموضوع حتى يقدرون يستغلوها ويفوزون.
مثل زيدان إقبال، عندنا يوسف الأمين، وأيضا إبراهيم بايش، أيضا لوكاس شيلمان، وأيضا علي جاسم، وغيرهم طبعا من اللاعبين، إنه ممكن يمتلكون مهارات فردية راح تفيدنا هواية. طبعا التنظيم الدفاعي عند المنتخب العراقي جيد، أغلب الأحيان جيد، لكن أكو بيه عيوب بس نحكي بيها. يعني أحيانا أغلب الأحيان هو جيد، لكن عدم الاستقرار يخليه أيضا بنفس الوقت هو غير جيد، وخاصة ارتكاز الدفاع مثل زي تحسين، مثل عندنا هواي لاعب بدأوا يتغيرون باستمرار، مناف يونس، وعندنا كثير من اللاعبين الدفاع دا يتغيرون باستمرار. زين، العيوب هو عدم الاستقرار بالتشكيلة. منتخبنا بشكل عام هو ما مستقر بتشكيلة، لا بالدفاع ولا بالوسط ولا بالهجوم. هذا سلاح ذو حدين، ممكن يكون قوة انه ممكن يكون ضعف، لانه يكون قوة اذا كان راح يخلينا بتجديد للمنتخب، و ما عندنا يعني دكة ضعيفة، راح تكون دكة قوية، لانه الاساسي نفس الاحتياط. وطبعا راح يكون ضعف لانه ما راح يكون انسجام قوي بينات اللاعبين. زين، عندنا قلوب دفاع طبعا ضعيفة مثل ما قلنا، و يعني احيانا يكونون بصراحة عندهم ضعف لانه بسبب عدم الانسجام، والكرات اللي تجي خلفهم هذا يسبب مشكلة طبعا بعض الأحيان يعني. والنقطة الأخيرة قبل لا نغلق الفيديو هو عندنا بصراحة لازم نحسن انهاء الهجمات، لأن هذا ضعف عندنا بصراحة، وبدنا نعتمد على دائما أهداف نسجلها 1-2 1-2، وأحيانا ما نسجل أهداف. وهذا طبعا يحتاج لنا تعزيز للأفكار الهجومية والخطة الهجومية، وأيضا اللاعبين نختارهم بشكل جيد في الهجوم. طبعا هذا اللي أريد أقوله. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك، والاشتراك مهم أصدقائي. مع السلامة.